السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. لو انت اول مره بتشوف الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اول باول. كمان ما تنساش تشارك الفيديو مع اصحابك لو عجبك الفيديو، وان شاء الله يعجبك الفيديو مقدما. فيديو النهارده هو خبر صحينا عليه الصبح كده، وهو اصدار شريحه الاي سيم. شريحه الاي سيم هي اختصار ل Embedded Subscriber Identity Module. طبعا الشريحه مش بتختلف كتير عن الشريحه العادية بتاعت حضرتك البلاستيك. طيب الاختلاف في ايه؟ اقول لحضرتك الاختلاف هيبقى للناس اللي هي معاها ايفون يعني اكتر. ليه معاها ايفون؟ لان الايفون بيشيل خط واحد. طيب ودي اول ميزة من مميزات الشريحة الاي سيم. الاي سيم دي حضرتك بتبقى عبارة عن باركود. الباركود ده حضرتك بمجرد ما تاخده سكان بيبدأ ان الخط يتفعل على موبايل حضرتك. طيب الموبايل بتاع حضرتك ممكن يشيل لحد 10 خطوط عادي وتتنقل ما بينهم براحتك. بس انا شايف ان هي موجهة اكتر للناس اللي معاها ايفون، خصوصا ان خاصية الاي سيم دي اصلا مش بتشتغل غير على الموبايلات اللي هي الفئة السعرية بتاعتها كبيرة جدا. يعني انا سمعت واحد النهارده بيقول لي هي لو موبايلك اقل من 30,000 جنيه مش هتشتغل عليه. فاحنا عشان نحسم الجدل في الموضوع ده، انا جايب لك النهارده رابط تقدر حضرتك من خلاله تتاكد ان الموبايل بتاع حضرتك بيدعم الشريحه دي ولا لا. بس في شويه معلومات كده انا عرفتها يعني من بعض الفروع بتاعه شركات الاتصالات. هم شركات اتصالات الاربعه، واتصالات وفودافون واورنج، طبعا كلهم في نفس الميعاد بتعليمات من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انهم يبداوا في بيع الشرايح بتاعه الاي سيم. طيب شريحة الاي سيم دي تمنها بيكون قد ايه؟ تمنها بيكون 330 جنيه. طيب حضرتك مثلا جيت انك تعمل فورمات للموبايل بتاعك او تغير الموبايل بتاعك، في الحالة دي بتعمل ايه؟ طبعا الشريحة انت ما معكش شريحة بلاستيك اصلا عشان تخلعها من الموبايل، لا ده هو رمز اصلا او كيو ار كود او باركود زي ما حضرتك ما بتسميه. هو بتاخده سكان وخلاص الخط اتفعل معاك. طيب في الحالة دي بتعمل ايه؟ في الحالة دي بقى يا معلم بيبقى قدامك فترة سماح 5 أيام. 5 أيام دول بتبدأ إن حضرتك وقت ما بتغير الموبايل أو وقت ما بتعمل فورمات للموبايل، 5 أيام بيكونوا معاك. تروح السنترال تقدر حضرتك تعمل طلب تغيير للباركود أو الكيو ار كود، إنهم يخلوك تاخدوا سكان تاني على الموبايل بتاع حضرتك الجديد. فالميزة الوحيدة اللي أنا شايفها في الشريحة دي أو الكيو ار كود ده هو في موبايلات الايفون. لان موبايلات الايفون اصلا لو حضرتك دورت على النت هتلقى ان الموبايلات دي من فتره كبيره جدا بتدعم الخاصيه دي اللي هي الاي سيم دي، او بتدعم نوع الشريحه دي. طيب حضرتك حابب تتاكد برضو عشان تعرف ان الموبايل بتاعك هيشيل الشريحه دي ولا لا. حضرتك مثلا معاك موبايل اندرويد في خطين، انت عايز تضيف له كمان خطين بالاربع شبكات اللي موجوده في مصر مثلا، او انت مسافر ومعاك شبكات بره مصر، الكلام ده كله جميل جدا ليه. طيب هي الاداه بتاعت النهارده هي حاجه اونلاين كده بتقدر ان حضرتك تتاكد منها، لان برضو مش كلنا او يعني بتلاقي موظفين في شركات الاتصالات مش عارفه الخاصيه دي تشتغل عندك ولا لا. طيب في حاجه في الموبايل عندك اسمها الاي ام اي نمبر ده، بتقدر حضرتك انك تجيبه من على الموبايل. بتبدا تدخل اول حاجه على السيتنجز او الاعدادات، بعد كده بتدخل على حاجه بعنوان اللي هي about device او حول الهاتف. بعد حول الهاتف بتختار حاجه اسمها الستاتيوس او الحالات. بيبدا ان حضرتك يجيب لك البيانات كلها بتاعه الموبايل حضرتك، منها الاي ام اي واحد ده والاي ام اي 2. بتبدا ان حضرتك تاخد الرقم ده بمجرد ما تضغط عليه ضغطه مطوله كده بيبدا انه يتاخد معاك كوبي بدون اي مشاكل، وتبدا ان حضرتك تضيفه من هنا. طيب انا دلوقتي هبدا ان انا معلش بس هاخده كوبي كمان مره عشان او مش كوبي بقى، ممكن اكتبه معاكم وخلاص بما انه يعني ايه سهل وكده. بمجرد ما حضرتك شفت اهو واعمل تشيك من هنا. لما تيجي تعمل تشيك بتبدا ان الاداه تحمل معاك. طبعا بقول لك هتاخد عدة ثواني. انا بجربها معاك لاول مره على فكره.
يا رب يكون بيدعم الخاصية، وتضغط على تشيك دي. لسه بيحمل. طبعا هو جاب لي نوع الموبايل بتاعي، وجابه لي برضو كل حاجة خاصة بيه صراحة. والخاصية طبعا مش مدعومة للأسف على الموبايل بتاعي. تمام. ده كان فيديو بسيط كده حبيت ان انا اشاركه معاك. اتمنى من حضرتك ان يكون عجبك الفيديو، وحابب اوصيك بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اول باول. وشكرا ليك على المشاهدة.